فيلمنا بيبدأ بسام وبتكون واقفة بترقص وهيزيل بتكون معاها، بس الإكسسوارات والكرومة بيقعوا عليها وبيكون هما الاتنين عايشين في دار أيتام. وبتكون الطفلة بتوري سام لعب عملتها عشان تجيب لها الحظ الكويس. واحدة بتروح لسام تقول لها إن موظفة الخدمة الاجتماعية عاوزاها، وبيكون سام هتمشي من المكان ده خلاص عشان هي عدت السن المحدد ليها. وبتقول لها إن هي عاوزة تقعد يومين بس عشان هزيل، بس بتقول لها الموظفة إن هي ممكن تيجي تزورها يوم الجمعة. وبتروح سام تقعد مع هزيل وبتقول لها تبقى تجيلها قبل ما هي تمشي من هنا. وبتخرج سام وبتركب عربية مع واحدة عشان توصلها لبيتها الجديد، وبيوصلوا وبتديها المفتاح، بس بيقوم واقع منها وبينزل في المجاري. بس الست بتقول لها ان هي كانت عاملة حسابها وجايبة نسخة كمان عشان الكل عارف ان سام منحوسة. وبتمشي وبتدخل سام تنام، بتصحى بتلاقي حد بينظف الشوارع والورق بتاع الشجر بيدخل عندها، وبتحاول تقفل الشباك بس التاني بيتفتح وبتقع على السرير وبيتلم بيها. وبتكون صحت متأخر اصلا وبتدخل الحمام، بس الايد بتاع المساحة بتقفل الباب عليها وبترفعها بالمعجون وبتيجي تفتح الباب، بس المنقر بيتخلع في ايدها. وبتروح تسخن التوست بس مش بيرضى يسخن، وبتحاول كذا مرة بس مفيش فايدة لحد ما اخيرا بيتسخن. وبتعمل السندوتش بتاعها بس حاجة بتقع على الطبق والسندوتش بيترمي على الحيطة. وبتيجي تسحب المناديل بس كلها بتتسحب معاها. وبتيجي تخرج بتلاقي العجلة بتاعتها موية، بتيجي تنفخها بالمنفاخ بس بيكون بايظ، بس بتتصرف وبتطلع قلم الروج. وبتروح لمكان شغلها متأخر وبتقابل مرف وهو المدير بتاعها، وهي ماشية بتشبك في رف بتوقع كل حاجة عليه. وبتكون سام النحس ملازمها في كل حاجة في حياتها. وبتروح سام لهيزل وبيكون الاتنين اللي هيتبنوها مجوش في ميعادهم، وبتكون هيزل زعلانة وبتحاول سام تهون عليها. وبتروح سام عشان تقعد في مطعم بس مش بتلاقي مكان فبتقعد على الرصيف. وبتروح تاكل فبتلاقي قطة قاعدة جنبها، فسام بتحط لها أكل من السندوتش بتاعها على ورقة والقطة بتاكل معاها. وبتقعد سام تكلمها كأن حد سامعها، بس القطة بتتضايق من كلامها وبتاخد الأكل وتمشي. سام وهي قايمة بتلاقي قرش مرمى على الأرض وبتاخده معاها وبتمشي. وبتصحى الصبح والشباك بيكون مفتوح وبتيجي تروح عليه بس بيقفل لوحده، وبتكون مستغربة. وبتروح تسخن التوست وبيتعمل من أول مرة، وبتيجي تعمل السندوتش بتاعها وبتمسك القرش في ايدها وبتحاول ترمي السندوتش بس بينزل كل مرة في الطبق. وبتفضل ترمي فيه عشان تتأكد بس كل مرة برضه بينزل في الطبق، ومش بتكون مصدقة نفسها. وبتروح الشغل بتاعها وبتكون كل حاجة ماشية معاها زي الفل ومفيش أي مشكلة. ومارفي بيكون مصدوم من اللي هي بتعمله وبيكون مبسوط بيها. وبتروح سام الحمام وبتطلع قرش الحظ بس بتخبط في حاجة وبيطير منها وبيروح على قعدة تانية وبيكون فيها شطاف آلي، وبتحاول ما تجيش قدامه عشان ما يشتغلش. وهي بتحاول نقطة عرق بتنزل منها وبتشغل الشطاف والقرش بيروح منها. وبتروح تندب حظها تاني وبتلاقي القطة داخل عليها تاني وبتتكلم معاه وبتقول له ان هي لا قرش الحظ، بس بغبائها نزل في الحمام. فالقط بيقول لها هي عملت ايه، وبتقول له ان هو بيتكلم وبتكون مصدومة. وبتعرف ان هو صاحب القرش ده وبيجري منها وبتجري وراه، وكالعادة بيكون النحس ملازمها بس بتفضل وراه. وبتحاول تكمل جري وراه على قد ما تقدر بس مش بتعرف تمسكه وراه من كل محاولاتها لحد ما بتسمع صوت وبتروح تشوف فيه ايه، بتلاقيه بيتكلم مع حد وبيفتح بوابة لعالم تاني وبينزل فيها. وسام من غير ما تفكر بتنط وراه وبيروح القط اللي هو اسمه بوب للمكان ده، وبيلاقي سام دخلت وراه وبيقول لها ان هي بشرية غبية. قالت له وانت قط غبي بيتكلم، وبيقول لها تمشي من هنا. قالت له اما تاخد منه قرش حظ كمان. قال لها ان هو ما اداهوش ليها، هو واقع من الطوق بتاعه لما خدعتيني بالسندوتش عشان تسرقي مني قرش الحظ، عشان هما مش بيكونوا محظوظين على الارض فبيكونوا لابسين قرش الحظ تحسبا لاي حاجة تحصل، وبيكونوا بيسلموه اول ما بيرجعوا. بتقول له طب ما يروح مستودع القروش ده وياخدوا واحد. قال لها ان محدش بيدخله غير جن الحظ، بس بتقول له ان هي ممكن تبقى جنية حظ. قال لها حتى لو لقينا هدوم على مقاسك هو مش هيعرف يخلع من الكابتن من غير ما يسلم القرش بتاعه. وبتقول له ياخد زرار، بس قال لها ان هم هيتعرفوا في وقت معين ولو مش معاه قرش الحظ هيتنفي. بس سام قالت له ان ده هيدي لهم وقت يفكروا لحد ما يجيبوا قرش غيره، وهي هتستخدمه مره عشان صاحبتها هيزل وبعد كده القرش هيبقى بتاعه. وكل القطط بتحط قرش الحظ بتاعها وبتعدي. وبتساله سام هي دي الكابتن؟ الله اه، وهي بتكرهه. وبيقول بوب لسام ان هي تمشي من الباب ده وهو هيشغلها، وبيروح بوب يتكلم معاها على ما تعدي. وبتعدي سام وبيشغلها بوب وبيحط الزرار وهي مش واخده بالها، وبيعدي لسام وبيفتح خزنه جيري صاحبه عشان يجيب لها لبس مناسب. وجنيتين حظ بيكونوا جايين عليهم وبيقولوا لبوب هو بيعمل ايه هنا، بس سام بتكون لبست وبتقول لهم ان بوب هو مرشدها هنا. وبتعدي الموقف وبيكون الكل عندهم حظ هنا، وبيتفق بوب ان هم يتحركوا سوا بس مش بتكون نزلت معاه. وبيوصل بوب وسام لسه واقفه فوق وبتيجي تنزل بطاقه وبتتشعلق، وبيعرف ان هي منحوسه قوي. وبيروح لجيري بعدها وبيعرفهم بوب على بعض وبيعرفوا ان هي من البشر، وبيكون جيري مبسوط. وبيكون بوب عاوز جيري يساعد سام ان هي تدخل مستودع القروش. بتيجي تدخل معاه بس بوب بيقول لها ان حظها نحس ولو دخلت حاجه هتحصل، بس بتقول له ان هي لو مسكت قرش حظ واحد حظ هيبقى معاها. وبتروح تقعد جنب جيري وبيبداوا يلمعوا في القروش، وكل مره سام بتحاول تخلي قرش معاها بيطير منها لحد ما بينزل لها الزرار، بس بتقفوا كلهم بيخبطوا ببعض والزرار بيطير منها كمان.
وجيري بيروح ليهم وبتقول له سام ان اللي حصل ان هي ضيعت القرش بتاع بوب. وبيقول جيري لبوب لو الكابتن عرفت هتنفيك لارض الحظ السيء. سام بتساله هو فين ده؟ قال لها هو تحتهم في النص التاني. وبيكون فريق الشرطه جه وهو مكون من الارانب عشان يشوف ايه اللي حصل جوه في مستودع القروش. وبتقول لهم سام لو القرش مهم كده ما نرجعه. فجيري قال لهم ان هم قبل كده كانوا بيرجعوا القروش باستخدام الارنب الالي. قالت له سام طب ما نعمل كده. قال لها المشكله ان هو ما اشتغلش من زمن وعاوزين بلوره حظ عشان يشتغل تاني. وبيدخلوا عشان يسرقوا الارنب والبلوره. وبيقابلوا التنينه وبتكون هي الرئيسه لارض الحظ وبيكون عندها حاسه شم لو لقت حظ سيء. وبيمشوا هم الثلاثه تاني فوق الخنازير عشان ياخدوا بلوره حظ. وسام بتحاول تاخد واحده بس مش بتعرف. فبوب بيطلع عليها وبيجيب واحده. وبيروح جيري عشان يجيب الارنب. وبتقول سام لبوب هي ليه ما تاخدش بلوره من ديت لهيزل وكده خلاص الموضوع هيبقى منتهي. قال لها بوب مش هينفع عشان الحظ موجود جوه البلوره دي لحد ما بيتحرر ومفيش اي حاجه بتحرره غير الموزعه العشوائيه وهي اللي بتكسر البلورات دي وبتحولها لتراب حظ. وبعد كده بتروح بشكل عشوائي على كوكب الارض. وبتكون الموزعه ديت فيها الحظ السيء والكويس عشان يعملوا توازن. وبيوصل جيري للارنب بس بيكون خايف من ارانب الشرطه تشوفه وبيكونوا عاوزين يشتتوا الارانب عن الاجهزه. وتشوف سام وهم بيشوفوا الحظ الكويس عامل ازاي مع الناس والحظ السيء برضه. وبيروح بوب يتكلم معاهم بس من غير اي نتيجه. وبيعرف يخدع واحد فيهم وبيخليه يقوم عشان يقعد هو مكانه. وبيطير بالارنب بجهاز التحكم وبيخرج ببوابه لعالم البشر. وبيكون بوب عمل حاجه مخليه حركه الارنب على الشاشات وبيكونوا خلاص هيكتشفوا الموضوع. فبتدخل سام وبتغني وبترقص عشان تشتت انتباه الارانب. وبتشاور لبوب وبتقول له يخلص والارانب كلها بتكون بترقص معاها. والارنب بيوصل لمكان القرش وبيمسكه وبيرجع تاني. وبيخرجوا بعدها والكابتن بتقول ان في حاجه غلط في موضوع القروش وحد سلم زرار مكان القرش وخلاه مع القرش. وبتقول لهم المجرم واحد من دول وبيكون من ضمنهم بوب. وبتقول له لو بوب اللي عمل كده هي هتبقى مبسوطه وهي بتنفيه. والارنب بيرجع مع القرش بس بيكون كله زباله. وبيقول لهم جيري هيجيب حاجه ياخدوا بيها بس بوب بيقول له اقعدوا بسرعه قبل ما المكنسه تشتغل. وبتشتغل فعلا وبتسحب الارنب والقرش. وبيقول لهم جيري ممكن يرجعوه تاني من السله رقم 6. وبيكون المكان ده اللي بين الحظ الجيد والحظ السيء. وبيقول لهم يوصلوا المكان ده قبل جيف. وبيركبوا الاسانسير وبيقول بوب لسام تضغط على الزرار وبتضغط وبينزلوا لتحت بس بتكون سام ضغط على زرار الحظ السيء وهم نازلين لتحت المكان اللي كله حظ سيء. واول ما بينزلوا سام بتترمي بره الاسانسير وبتيجي ترجع بس حاجه بتخبط وبتقفل الباب. وبوب بيقول لها لو الاسانسير طلع يتقابلوا في النص. وبيقول لها في برج 13 تروح عنده هتلاقي مركز ابحاث الكلاب وتروح عند اللون البنفسجي. والاسانسير بيتحرك وبتلاقي سام كل اللي موجود في المكان حظهم انيل منها بكتير. وبتكون فاكرة هيحصل معها زي ما كان الحظ الجيد بس كل حاجة بتحصل عكس ما هي عاوزة. وبتوصل أخيرا للبرج رقم 13 وبتمشي ورا كلام بوب لحد ما بتلاقي النور البنفسجي وبتنزل من الفتحة. وبتوصل لبوب فعلا وبيقول لها تنط عشان الجاذبية بينهم مختلفة هنا. وبتقول له سام ازاي يعرف كل ده؟ قال لها ان العالم ده معاكس للعالم ده بالظبط. وبيقابلهم جيف وبيكون بيلم منهم الحظ السيء عشان يحطه في ماكينة خلط نادرة ودي اللي بتغذي الموزعة العشوائية بالحظ السيء. وجيف بيشرح لسام ازاي بتشتغل وبيوريها صورة للتنينة وتكون ديت حبيبته. قالت له ايه اللي حصل؟ قال لها قبل ماكينة الخلط دي كان بيعمل كل حاجة بايده وفي يوم الانبوبة انفجرت والتراب بتاع الحظ السيء بقى في المكان كله. فالتنينة ديت جابت له قرش الحظ واخد 4 شهور على ما خف تاني من الحظ السيء. وبيروح بيدور في الزبالة على قرش الحظ بس بيقول لهم جيف ان هو لقى الارنب ومعاه قرش حظ وبعته على مستودع القروش. وبيكون بوب زعلان وبتقول له سام ان هي هتروح تتكلم مع التنينة. فبيقول لها لا عشان هي هتشم الحظ السيء بتاعك. قالت له ده اللي هي عاوزاه وبتكون معاه تراب من الحظ السيء كمان. وبتقول له هي ساعدت جيف فاكيد هتساعدني. وبتروح عشان تشوفها فعلا وبتطلع عليها وبتشم الحظ السيء منها وبتخلي الارنب يجي ياخدوه. وبتقول لها سام ان ده اكيد السبب اللي حصل في مستودع القروش. فالتنينه بتجيب لها قرش حظ وبتقول لها تخليه معاها لحد ما ترجع لطبيعتها. وبيكون الارنب قابضين على بوب خلاص وبتروح توقف العربيه وبترجع القرش لبوب تاني. وبتقول له ان هو اكيد وقع منه وبيرجع بوب القرش للكابتن وبيشكر بوب سام بعد اللي حصل. وبيقول لها هي ليه ما خدتهوش لهيزل وهم كانوا متفقين على كده من الاول. قالت له ان هي مستحيل تقبل ان حد يبعته الارض الحظ بسببها بس بتقول له ان هو يساعدها ان هي تعطل مكنه الخلط بتاعه جيف والحظ السيء كده هيتجمد في بعضه ومش هيروح للموزعه العشوائيه. وبكده الحظ الجيد بس هو اللي هيحصل. وبيكون جيت مشغول مع حاله وبيروح عشان يعطلوا المكنه وبيوقفوها فعلا. وبيكون الحظ الجيد بس هو اللي موجود. وسام بيوريها هيزل وبيكون في 2 رايحين يتبنوها. وبتسلم سام لبوب هدوم الجنيه
وبتكون سام هتمشي خلاص، بس بتلاقي فجأة دخان للحظ السيء، وبيكون بسبب انهم عطلوا المكنة وبتتفجر. التراب السيء بيسيطر على المكان كله، والمكان كله بيسيطر عليه الحظ السيء، وكل حاجة بتتدمر. وبيشوفوا هيزل ومحدش بيروح يتبناها، وبتكون التنينة بتقول لهم يدوروا على اي قرش حظ، بس مش بيلاقوا اي حاجة. بس بوب بيقول لهم ياخدوا القرش ده، وبيكون بوب في الاصل من الحظ السيء لحد ما لقى القرش ده، والربط اللي بينهم وبين البشر بيتقطع. وبتقول لهم سام ان هي عاوزة ترجع لهيزل، فالتنينة بتعرف ان هي بشرية، وبتقول لها طب والعالم بتاعها، وبوجودها هنا هي منعت اي حظ يوصل للبشر، وبتمشي. وبيروح بوب يهون عليها وبيقول لها ان هيزل مش محتاجه اي حظ عشان هي محظوظه ان انت في حياتها. وبتقول لبوب ان هي عاوزه ترجع لهيزل. قال لها هو صعب بس مش مستحيل، ولو عندك شويه حظ مستخبيين هتعرفك. فبتقول له لقتها عشان في حظ في ارض الحظ السيء. قال لها وهتروحي تجيبيه، وبيروحوا سوا فعلا. وبتقول له هي شافت ايه؟ قالت له ان الوحوش كانوا متجمعين حوالين نور اخضر، وبيعرف بوب المكان وبيدخلوا، وبيكون كل اللي في المكان عارفين بوب ومبسوطين ان هو رجع لهم تاني، وبيكونوا عاملين كرسي مخصص ليه، وبيكونوا فاكرينه مات. وبيقول لهم بوب ان الموزعه العشوائيه مش شغاله وبكده هم مالهمش اي لازمه. وبتقول لهم سام ان هي شافت نور اخضر هنا قبل كده وهي بتتمنى يكون حظ كويس. قال لها ايوه هم عندهم هنا حظ كويس، وبيكونوا شويه ببرطمان وبيديهم البرطمان ده. وبتقول له سام ان هي عاوزه كمان حظ سيء، وبياخدوا جيف معاهم وبيروحوا للتنين عشان تسمعهم، وبيوروها الحظ الكويس والحظ السيء، وبيطلبوا منها ان هي تحول التراب ده لحجر، وبتحولهم فعلا لاحجار حظ. وبتكون عملت من الحظ الجيد حجرين مش واحد عشان تخلي الموزعه حظ كويس بس عشان تمنع الحظ السيء من الوجود. وبتقول لسام ان من غير الحظ السيء هيبقى العالم بتاعها كله حظ، وبتاخد الحجرين وبتجري بيهم، بس سام بتروح بحجر الحظ السيء وراها، وبتحط التنين الحجر الحظ الكويس في مكان، وبتنط سام وهي ماسكه في حجر الحظ السيء، وبتكون عارفه ان الجاذبيه هتعكسها، وبتجري بسرعه وبتوصل قبل ما التنينه تحط حجر الحظ. وبتقول لها سام ان هي اكتر واحده عارفه الحظ السيء لما يبقى معاها، بس احنا محتاجينه في حياتنا. وبتقول لها التنينه ان هو كان هيدمر عالمها، وبتكون هتحط الحجر خلاص، بس سام قالت لها ان هي اللي دمرت عالمها، وان الحظ السيء اللي موجود هنا هو اللي بيصلح كل حاجه، وبيكون سكان الحظ السيء هم اللي بيقدروا كل حاجه في المكان. وبتقول لها ان الحظ السيء هي اللي خلاها تقابل جيف حبيبها، وبتقتنع بكلامها وبتقول لسام تحط الحجر. وبتكون هتحط الحجر بس بيكون هيقع، فبتلحقه سام على اخر لحظه وبتمسكه وبتحطه في مكانه، وكل حاجه بترجع تاني لطبيعتها، والتواصل مع الارض بيرجع تاني، وبيروحوا يشوفوا هيزل وبيكون في عيله خدوها، وبتكون هيزل مبسوطه وسام كمان مبسوطه. وبيروح التنينه وسام وبوب للبار اللي موجود في العالم السيء، وبيكون معهم حجر الحظ، وبيكون الكل مبسوط هناك، وبيكونوا عاوزين بوب يفضل معاهم في ارض النحس، وجيري بيقول له ان هو يفضل معاهم في ارض الحظ، بس بيرفض عرضهم هما الاثنين، وبيقول ان هو عاوز يكمل حياته مع سام في العالم بتاعها. بنروح بعد سنه وبتكون سام في الشغل بتاعها، وبوب عمال يستعجلها وهو بيخرجوا وبيروح لهيزل في بيتها، وبيكون هياخدوها تبات معاهم يومين، وبيكون النحس ملازمهم بس بيكونوا خلاص متعودين على كده، واهم حاجه ان هم كلهم سوا. وبكده يكون فيلمنا كله خلص. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب عشان يوصلك كل جديد، ولو عاوزنا نكمل في نوعيه الافلام دي اكتب لي تحت في الكومنتات. وبس كده، سلام.